مساء الفل عليكم حبايبي. انا في الفيديو ده هجيب لك قصه امام عاشور مع ادم وطني، وموقف اللاعب وموقف النادي الاهلي من التحركات والشو اللي حصل ده كله. ايه اللي هيتم؟ لايك للفيديو واشتراك في القناه ويلا بينا. اولا، ادم وطني ده وكيل لاعبين كتير منهم امام عاشور. الاهلي حذر لعيبه انها تتعامل مع ادم وطني، ده رقم واحد. طب بحجة ايه يا عم الاهلي؟ بحجة ان ادم وطني ده ما هواش وكيل رسمي من اتحاد الكرة، يعني ما حقش ان لعيب يفوض له تفويض رسمي. ده موقف النادي الاهلي منه عشان بيحب يلت وبيعيد ويزيد وبيسخن في اللعيب. طيب ايه اللي حصل؟ ادم وطني بيسخن امام عاشور على النادي الاهلي، وقال لك ان اداره الاهلي في مهاجمه للاداره انها ما وفتش بوعودها للعيبه، وان امام عاشور جاله عقود كتير والنادي الاهلي ما ابلغوش بالعقود دي، وكتم على الخبر وسخن امام من الناحيه الثانيه عشان يقلب على اداره النادي الاهلي. والكلام الكتير اللي حصل في بعضكم يعرف وفي اللي ما يعرفش. فبعد ما عمل ده كله ادم وطني، امام عاشور سخن وقال لك في عروض انتوا ما قلتوليش عليها ومستاء من الاداره ومش عارف مين. انا امام على المستوى الشخصي بحبه جدا، وفي الملعب فنان ولاعيب مايسترو، وصعب تلاقي زيه في الكره المصريه، ما بيجيش منه كتير. لكن عيبه الوحيد انه بيرمي ودنه كتير، بيسمع لناس كتير. يا ابني ارضى باللي في ايدك وخلاص. يعني مين فينا بياخد الربع اللي انت بتاخده ده؟ محدش يحلم. فاقول الحمد لله واسكت يعني، ما تفتريش عني يا عم امام. المهم يعني موقف اداره النادي الاهلي، اتضح ان المعلم امام عاشور عامل تفويض رسمي لادم وطني انه يسوقوه خارجيا. فموقف اداره الاهلي هيكون حاسم، اللي هو ازاي؟ كان في جلسه هتبقى بين الاهلي الاداره وامام عاشور لتقريب وجهات النظر، وانهم يعلوا عقد امام عاشور عشان يجدد. لا، قال لك اركن تجديد امام عاشور وجدد اولا اللعيبه اللي عقودها تنتهي، ونشوف امام بعدين. معنى كلام الاداره كده ان انا امام مش باقي عليك، انا هريحك، اركنك، اعمل اللي تعمله، عايز تمشي فيه امشي، لكن ما تلويش ايدي. وده الصح، واللي الجمهور هيبقى مع اداره الاهلي. ده سلام الفيديو. السلام عليكم.